السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اتكلمنا في الحلقات اللي فاتت عن وعي الضحية، هو عبارة عن ايه وبيتكون ازاي وايه الاشارات بتاعته، ولو انا فضلت في الوعي ده ايه النتائج اللي هتترتب عليه. المرة دي هنتكلم عن الحل. اول حاجة في الحل هي الوعي والانتباه، اني اشوف اني اصلا بلعب دور الضحية. ممكن اكون بلعب دور الضحية في اماكن واماكن لا، ممكن اكون في شغلي عايش وعي التمكين وفي بيتي عايش وعي الضحية. يبقى انتبه واشوف واعرف اني بلعب الدور ده. اعرف ده ازاي؟ راجع الاشارات اللي قلنا عليها وشوف كام واحده منهم موجوده عندك. والموضوع ده مش معناه ابدا ان انت وحش او ان انت بتقوم بدور ضحيه او ان انت مش عارف ايه، او ما تاخدش الموضوع ان هو نقد اطلاقا. هي كل الفكره بالظبط زي ما يكون انت ماشي في الشارع وحد قالك ده في على الهدوم بتاعتك في حاجه مش نظيفه، او في على وشك في حاجه متشخبطه مثلا. كل اللي انت هتعمله ان انت هتشوف فين المكان اللي مش نظيف، كل اللي انت هتعمله انك هتشوف فين المكان اللي محتاج يتظبط وهتظبطه. فهو ده كل الفكرة، انك هتنتبه وتوعى لوعي الضحية عندك وتعمل ده بوعي وتعمل ده بانتباه. وفكر كده مع نفسك، هو انا لو فضلت عايش في دور الضحية ده لمدة طويلة انا هكسب ايه؟ يعني لو فضلت على الوضع ده كده لمدة 5 سنين 10 سنين، وطبعا مع الانتباه ان مع دور الضحية ده مشاكلك بتزيد مع الوقت، يعني انت مش هتفضل في نفس المشاكل، لا هي هتزيد وهتكبر مع الوقت. هتوصل لإيه؟ وخليني اقول هنا معلومة مهمة، ان وعي الضحية اصلا عبارة عن ابتزاز عاطفي، ان انا ببتز اللي قدامي بالدموع بالبكاء بالتمارض، بان انا احكي له ان انا قد ايه مظلوم عشان اخد منه عاطفة واخد منه مكاسب. طب يا ترى لو انا بشكل او باخر بقيت موجود في بيئة فيها ناس ناجحة وفيها ناس فعالة وفيها ناس عايشة وعي التمكين، يا ترى انا هكون ناجح في الوقت ده؟ هكون مؤثر وهكون فعال وهكون قايم بالدور بتاعي؟ هكون انسان كويس وهكون بأدي بشكل كويس؟ خليك عارف ان انت مطلوب منك انك تسيب اثر كويس، مش مطلوب منك انك تكون مظلوم او ان انت تصعب على حد. تفتكروا لو في مدرس بيشرح كويس جدا وبيوصل رسالة لطلابه وبيعلمهم الحاجات اللي المطلوب يتعلموها، بيعلمهم كمان اخلاق وبيعلمهم رحمة وبيعلمهم عدل وبيعلمهم حاجات جميلة وسلوكيات وقيم عليا، هل ده المفروض ان هو هيتساوى باللي عمال يقول يا ولاد معلش اصل انا ما بعرفش اشرح، اصل انا عندي مشكلة، اصل انا مش عارف ايه؟ امال انت مدرس ازاي؟ نفس الفكرة، انت جاي الكون هنا علشان انت ليك رسالة هتأديها، مش جاي عشان انت مظلوم وعشان انت ضحية وعشان انت دايما الناس جاية عليك وما الى ذلك. بعد كده هختار اني هاخد سلوك التمكين. لو لقيت ان حاجة انا هتمسكن فيها او هقول ان انا كنت قد ايه تعبان او مظلوم فيها، هفكر ان لا، طب انا ممكن ازاي اتصرف بشكل ممكن. لو في حد ناجح وعايش وعي التمكين مش وعي الضحية، هيتصرف في الموقف ده ازاي؟ خليني اسأل السؤال ده كتير، خليني اقوله لنفسي كتير، وده هيساعدني اشوف لو حد غيري بوعي التمكين هيتصرف ازاي وهيعمل ايه. هنا في فخ الشخص بيقع فيه، وهو انه بيجي مثلا حد يقول له يا ده انت تعبان قوي، يا نهار ابيض عملوا فيك كل ده، ده انت تلاقي مشاعرك ساعتها كانت ايه، ده انت تلاقيك مش عارف ايه. يبدأ يحس بالتعاطف. ساعتها في اللحظة دي قوم نفسك واختار ان انت مش ضحية. يعني ايه؟ يعني انت هتقول للشخص التاني لا انا كويس، ده انا هقدر اعديه، انا عندي تحدي معين بس هقدر اعمله. ما حد يقول لك يا نهار ابيض ده انت نمت قوي، ده انت كنت تعبان جدا امبارح، تقعدش تقول له ده انت ما تعرفش ده انا عملوا فيا ايه في الشغل، ده انا مظلوم جدا ده انا عملوا فيا كذا، الحمد لله انا نمت وبقيت كويس، الحمد لله ان انا بنام وصحتي كويسه. ده مش معناه يا جماعه ان هنكر مشاعري، ده مش معناه ان انا همشي زي الآلة كل ما حد يجي يتعاطف معايا اصده، لا. كل القصه ان هدي الموضوع حجمه، ما افضلش كل كلامي يبقى كلام سلبي. الحاجه اللي بعد كده هراقب الكلام بتاعي، هراقب كميه الشكوى بتاعتي، هراقب انا بقول قد ايه على حياتي انها صعبه وقد ايه بتكلم كلام كويس وكلام تاني مش بيخدمني. مش هقول ان هو مش كويس، لكن هو مش بيخدمني ومش هيفيدني بحاجه. فرق كبير بين مجموعة بتقعد مع بعضها تتكلم عن غلاء الأسعار ويقعدوا يقولوا الدنيا والعالم واللي حصل واللي جرى، وبين مجموعة تانية بتفكر ازاي انها تعلي دخلها وازاي ان هي تستفيد من اللي بيحصل. وعلى فكرة كل أزمة بيكون في ناس بيترفعوا في الأزمة دي وناس بينخفضوا في الأزمة دي. آخر حاجة الأزمة الصحية بتاعت كورونا، في ناس اغتنت فيها ماديا جدا جدا جدا. المستلزمات اللي كانت بتتباع بأسعار زهيدة جدا زي الجوانتيات زي الماسك زي الكحول زي الحاجات دي كانت بتتباع بأسعار رخيصة جدا، في الوقت ده اتباعت بأسعار مضاعفة. زي ما في ناس برضو في الوقت ده أعمالها المادية نزلت خالص. إذا مفيش حاجة اسمها إنها سلبية على الكل أو إيجابية على الكل، لا، أنت اللي بتختار
انك تطلع الفرصة الإيجابية بتاعتك. طيب هنا في حاجة برضو، كلامي هنا موجه للستات اكتر، اللي بتقول انا دايما باجي على نفسي، لا انا مش ضحية اصلا، لا انا ما بعيش وعي الضحية، انا مش بستموت هنا، انا باجي على نفسي حتى لو تعبانة وبتحرك وبعمل. يا ستي انت عايشة دور الضحية برضو، عايشة دور الضحية بينك وبين نفسك، حاسة قد ايه ان انت يعني ما بتستموتيش، وقد ايه انت بتحاولي وبتحاربي. واحب اقولك تقديرك لنفسك محتاج يتظبط شوية، لان انت مش مدية نفسك حقها. اخر حاجة ودي نقطة مهمة جدا، هحاول احاوط نفسي بناس ايجابية، ناس كلامها ايجابي، ناس افعالها ممكنة، ناس ناجحة في حياتها. عارفين زمان لما كانوا بيقولوا من جور السعيد يسعد، لما تجاور حد يكون سعيد انت كمان هتبقى سعيد. يعني المرء على دين خليله، ما ينفعش انت تبقى مثلا عندك ضائقة مادية بشكل ما وكل الناس اللي انت عارفهم نفس الوضع، لا حاول تتعامل مع ناس يكون عندهم ثراء اكتر، يكون عندهم وفرة اكتر، وما تقعدش تقول بقى لا اصلا انا لو بصيت لهم وبصيت لحالي مش عارف ايه. لا طبعا خزائن ربنا لا تنفذ، انت هتقعد معاهم وتتعامل معاهم وتتشارك معاهم بنية ان انت هتتعلم منهم وهتلقط منهم افكار وحاجات وصورة ذاتية كويسة هتبنيها لنفسك بحيث ان انت تبقى افضل. فحاول تتعامل اكتر مع ناس ايجابية، ناس عايشة وعي التمكين مش عايشة وعي الضحية. طيب انا ممكن يكون مفيش حواليا اي حد بالشكل ده، معنى ان مفيش حواليك حد بالشكل ده، ده معناه ان انت محتاج تظبط افكارك، لان احنا قلنا ان الافكار بتاعتنا هي اللي بتصنع الواقع بتاعنا. ممكن تتواصل مع الناس دي من غير ما يكونوا قاعدين معاك، لما بتقرأ لهم كتاب، لما بتسمع لهم مقابلة شخصية، لما بتسمع لهم برنامج، لما بتعمل لهم اي حاجة فيها اتصال بينك وبين حاجة من اعمالهم، انت كده بتتصل بيهم على مستوى الطاقة. ولما انت وعيك يبدأ يتغير هتبدأ تقابل ناس تانية يكون وعيهم اعلى. اقرأ كتب الناجحين، اقرأ السيرة الذاتية بتاعتهم، اقرأ المرات اللي نزلوا وطلعوا فيها، اقرأ شوف هما بيتكلموا عن مشاكلهم ازاي، مش هتلاقيهم بيقولوا كلمة مشكلة اصلا، هتلاقيهم بيقولوا كلمة تحدي. اخر حاجة احب اقولها وافتكرها دايما، انت مش ضحية، انت خليفة الله في الارض. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.